المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعثرته وكل الصحابة والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة في الحلقة رقم 89، ولا نزال في حصاد اللغة العربية خلال 32 عاما من عمر الاستقلال والتحرير. فأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. تناولت في الحلقة السابقة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وعلى الرغم من أن البرنامج هو مع اللغة العربية وكان ينبغي أن يكون حديثي لغة عربية سليمة، يعني نحوا وصرفا وبلاغة، ولكن اعذروني لأنني أحيانا أدخل على العامية الإريترية، هي خليط بين عامية سودانية عامية يمنية وما إلى ذلك، ولذلك اعذروني إذا نحيت بعيدا عن اللغة العربية الفصحى، ولكن قدر الإمكان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للحديث باللغة الفصيحة. وإلى حد ما يعني أنا مع الأسف الشديد عزيزي المشاهد احتفالين ولا ثلاثة، يعني كان دائما كلمة الرئيس التي تقرأ تترجم باللغة العربية، يقرأ أي واحد سواء كان من لجنة تنسيق الاحتفالات أو أحد الصحفيين. ولكن مرة عيد عيدين كده حتى اللغة العربية ذاتها اختفت، ما موجودة يعني، والاحتفال كله باللي هنا. يعني كيف لا يأتي إحساس على أنه الذي يتحدث ويستمع من غير المتحدث باللغة العربية عندما يجد الاحتفال كله بلغة واحدة، كله باللغة التجرينية مثلا. وحتى لو دخلنا في الأهازيج والأناشيد وبتاعات نعمل نسبة، صحيح في لغتين كده تطعيمات كده بتجي، لكن أنا والله لست ضد التجرينية. أنا التجرينية لغتي وأتحدث بها وأحبها وأعرفها يعني، لكن في ذات الوقت برضه أتمسك بعروبتي. من حقي أنا إنسان إريتري عربي، هكذا أقول، لأن العروبة لسان. ونحن المصطفى قال لنا كده، نصدق المصطفى ولا نصدق آخرون؟ نحن لم نبايع غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال إنما العربية لسان، ليس العربية لأحدكم بما معنى الحديث، فكل من تحدث العربية فهو عربي، إنما العربية لسان. هذا اللسان العربي المبين، نحن بموجب هذا اللسان نحن عرب. وفي يوم من الأيام الشيء بالشيء يذكر، مدير وكالة الأنباء الإريترية اسمه تسفاي قلتان، مقاتل كبير كده ومسؤول، يعني مسؤول. دائما لما تكون أنت مناوب في الأخبار، كان مدير الوكالة، يعني مدير وكالة الأنباء، واحد أحد الأقسام في الوزارة، عشان نؤكد على أنه كانت هنالك سياسة مقصودة. فلما تكون أنت في الأخبار مناوب لقراءة النشرة، أنت تترجم الأخبار. صحيح كانوا زملاء يترجموا، لكن أحيانا الزول الترجم يكون مشى يعني، فتتوقع أنه خبر أو خبرين، وغالبا يكون الخبر هو خبر هام، يعني خبر سياسي، يعني يا إما فيه خبر رئيس أو خبر وزارة الخارجية، وزارات السيادية، يعني خبر هو يعني يعتبر خبر لبرؤونه زي ما يقولوا رقم واحد. فالجماعة في وكالة الأنباء، وهذه واحدة برضو من السياسات اللي كانت تستخدم في وكالة الأنباء، الخبر هو المصدر كله كان تقرينيا، أنت تترجم من التقرينية. والحمد لله نحن العملية دي القسمة الضيزة علمتنا اللغة التقرينية، لكنها كانت خصما على المشروع الوطني الكبير يعني. فيقوموا يجيبوا لك الخبر، وهو خبر ذات أهمية، يجيبوه لك في الدقائق الأخيرة، يقول لك اسمع في خبر ده ترجمه. طبعا انت ويكون باقي لك في 4 5 دقائق، 4 5 دقائق لقارئ النشرة. انا اتحدث عن الاذاعه، ولانه الاذاعه كانت تقرا قبل التلفزيون. الاذاعه عندها 3 نشرات في اليوم، التلفزيون كان عنده نشره واحده، فكانت الاخبار كلها تستقى من الاذاعه. والحمد لله انا شاهد عيان على في كل الوسائل، وعملت بها الحمد لله. فيديك دقيقتين 3 4 5 دقائق باقي، يقول لك اوه سوري ده خبر هنا،
وانا متاكد انه الخبر ده، نحن طبعا بنشوفش بالاخبار، ما نحن اعلاميين كمان، انت عارف انه الخبر ده كان جاهز قبل ساعه ساعتين، لكن لا تعطى ذلك الخبر. ليش؟ لانه نحن كنا نقول يا جماعه ما تدونا خبر في الدقائق الاخيره، لانه خبر سياسي، خبر رقم واحد. اي غلط او اي خطا في الترجمه انت حتروح فيها. ولذلك عشان نتجنب حتى لا ناخذ على غره، ده خبر يا اخي ما عندي طريقه، فتقوم تركنه وبعدين تشوفه للنشره القادمه، يا ترجمته انت يا ترجمه الزول اللي يناوب مراد، فتقرا انت اخبار ناقصه بالنسبه لاخبار التقرينيه. وهكذا الى ان اصبحت العمليه، يقول لك لو دار تسمع اخبار طازجه واخبار الساعه، اسمع التقرينيه يا زول. هذا كان القصد بالمناسبه، وانا الان احلل يعني واقول الحقيقه يعني. فاصبح المستمع ذاته العربي او اللي يستمع بغير اللي يستمع العربيه، فيقول لك يا زول انا خير اسمع التقرينيه، لانه ده حسمع فيها خبر، يعني الاخبار العربيه ناقصه بخبر خبرين، وهناك في اخبار طازه يعني. شيئا فشيئا كده نحن فقدنا المستمعين، والله الاسم العربي فقد مستمعين. ويقول لك من المستمعين حقنا اللي نحن نراهن عليهم، يقول لك يا زول لا تسمع اخبار البلد، اسمع لك التقرينيه. وهذه كانت السياسه مقصوده يعني. فانا بقيت يعني كذا مره، فبقول للجماعه، اقول لهم يا جماعه لماذا تنسوا اننا معكم يعني؟ ليش تنسونا نحن معاكم يعني؟ فكنت بقول لهم بالتقرينيه، سلم انتهي ترسعوا نحن مساخم كم زلنا، فنحن مساخم كم زلنا، سلم انتهي ترسعونا، لماذا تنسونا انتم؟ نحن معكم في الاذاعه في الاعلام في كده. فقاموا العيون والجماعه، انا كنت بتكلم بغضب احيانا يعني. اقول لهم ليش تعملوا كده يعني؟ ليش تنسوا انه نحن معاكم؟ فقام وصلوا الخبر، قالوا له شريف ده بيقول نحن. فقام ناداني تسمية قناته، وهو حي يرزق ويسمعني، والله ان شاء الله اتمنى يرد عليه. فناداني في مكتبه. طبعا لما يقول لك يناديك مدير الوكاله، يعني اكيد في مشكله. قال لي يعني حرفيا قال لي، وانا اقولها باللغه التقنيه، سمع عسكر شريف قال لي، وحترجمها باللغه العربيه. ودي واحده برضو من السيطره التي كنا في حبائلها لافين يعني. سمع عسكر شريف انت يا غسا، اقول له بزي نحن تبن من يهم السخم؟ قال لي اسمع يا شريف، قال لي انت لماذا تقول دوما نحن؟ من انتم؟ قال لي شوف يعني عمليه، من انتم؟ قلت له نحن العرب، والله وقسما بالله. قلت له نحن وين؟ نحن عرب. اي مالتك يا غالي؟ ماذا تقول؟ انتم عرب؟ ايوه نحن عرب، والله في قلب وزاره الاعلام. قال لي كيف انت ما عرب؟ انت ما اريتري؟ انظر الى هذه المجادله وهذه المغالطه والمرافعه غير الوطنيه. قال لي انت ما اريتري؟ قلت له انا اريتري. سلم انت مو عرب تبل عربي؟ قلت له انا اريتري عربي يا راجل. قال لي في حاجه اسمها عرب في اريتريا؟ قلت له ايوه في عرب. من يوم عرب؟ بهرات مسالنا بهر عرب زبال. هات ما عندك قال لي من القوميات. وحتى كلمه القوميات ذاتها هي يعني من الشعارات الهلاميه، انا تحدثت عنها مره في حلقه من الحلقات. القوميه في اريتريا لزوم ما لا يلزم. الشعب الاريتري شعب قبلي يقسم الى قبليه، الى القبائل. المرتفعات تقول حماسين سرايا أكولوبزاي، هذه هي التركيبة الوطنية الحقيقية. باقي القوميات تقول عليهم بلين، حدارب، تجري، وهكذا. قبائل المرتفعات أكولوزاي، سراي، وحماسين. فقال لي اديني، قال لي في قومية عربية. قلت له أنا ما يعنيني التقسيم. كيف تقول نحن عرب؟ طيب قال لي. قلت له طالما أنا موجود في القسم العربي، أنا جيت هسه بحجة. قلت له انا من تايسر، انا اشتغل في اتوبيسين. قال لي انت بروجرام ناتي اسمه شنو؟ قلت له القسم الذي اعمل فيه ما هي التسميه ما من عندي. قلت له انتم سميتوها كذا، يسموه البرنامج العربي، يعني اللجنه العربيه واللجنه التقرينيه. بقيه اللغات يعني هنا ما بيسموها، تقول شماغله عرب شماغله تقرينيا، الباقي قوانقاتات يعني لغات كده يعني.
فقلت له طالما أنا في لجنة القسم العربي أنا عربي. قلت له، قال لي الكلام ده تقول له تاني؟ قلت له ايوه اقول له تاني. طالما انا شغال في القسم العربي انا موظف وين؟ قلت له موظف في القسم العربي وقسم التقنيه. القسم العربي انا عربي. قلت له يعني ليه الكلام ده انت قدره يعني؟ قلت له انا قاعد اقول لك وانا مسؤول من الكلام اللي بقوله. ما تقول لي ارتري بس وكفايه. قال لي ليش تقول نحن؟ قلت له نحن هسه اقول لك ايش معنى يا تسفاي غلط؟ قلت له يدون الخبر وهو خبر اساسي دقيقتين ثلاثة عشان نترجمه ونقوم نتورط في الترجمة وكده نغلط عشان هنا ونركنه وبعدين تمشي المسألة. والخبر ده يقرأ اليوم الثاني بينما قرئ مرتين ثلاثة في اسمه تقريبا. ده ما يحق لي أنا أقول كده بتاع. فالمهم برضو قال لي يا أخي ما تقول كلام بعدين أنت ممكن تدفع ثمنه. قلت له يا أخي أعمل زي ما أنت عايز. أنا قلت له زول عربي وشغال في القسم العربي، طالما شغال في القسم العربي أنا. المهم هذه كانت واحدة من المجادلة وخرجت وما ياخذت ملاحظاتهم طبعا بعدها ما ناداني. وكثير من هذا كان، ودي واحدة القصة الثانية اللي حكيناها. بالتالي عندما نأتي كيف تعامل الإعلام مع الأقسام العربية، كان الإعلام يعني قسمة ضيزة ما في شك يعني. في يوم من الأيام الأقسام العربية في وزارة الإعلام يعني كان فيها كوادر، كان فيها يعني حقيقة يعني الكادر اللي كان في القسم العربي يعني كل واحد كان يساوي أكثر من شخص في الأقسام الثانية مع كل الاحترام والتقدير. لأنه معظم الناس اللي كانوا في الأقسام العربية كانوا خريجين، كانوا يحملون شهادات حقيقة يعني. وبينما في الأقسام الثانية ما كانت هذه الكفاءات ما كانت موجودة. ولكن تدريجيا شيئا فشيئا منهم من تم تحويله من الأقسام العربية، منهم من أصبح سفيرا لغرض في نفس يعقوب، منهم من أبعد ومنهم من سجن ومنهم. أنا في يوم من الأيام عزيزي المشاهد قعدت وأنا في القاهرة استمعت لناريشن يعني كلام بالعربي يقرأه أحد الزملاء. وهذه ليست يعني يقرأه أحد الزملاء من قسم التجري مثلا، من قسم التجريت يقرأ الناريشن بالقسم العربي. لغة ركيكة، لغة مفرتكة ما لها، يقرأ ناريشن باللغة العربية. فالتفت يعني فقلت يعني طبعا حز في نفسي شوية حقيقة يعني. والكلام كان حاجة مادة للتلفزيون يعني. هو رجل مبدع في قسم التجري وما إلى ذلك، واللغة التجرية برضه هي من القبيلة العربية يعني قبيلة اللغات السامية، العربية والتجريت والتجرينيا والأمهريك والعبري يعني. دي كل لغة سامية، لغة واحدة يعني من قبيلة من فصيلة واحدة عموما. فقلت سبحان الله، فتذكرت قلت فكتبتها مقالة ساعتها وعنوانها كان كالآتي عزيز المشاهد. قلت كانوا هناك فأين هم الآن؟ كانوا هناك فأين هم الآن؟ وبدأت أكتب اسم كل واحد كان في القسم العربي، سواء كان إذاعة، تلفزيون، وكالة أنباء، في الصحافة. وحقيقة عزيز المشاهد في جلسة واحدة دون ترتيب ودون كتبت تقريبا 104 كادر، 104 كانوا في أقسام وزارة الإعلام. وأنا قاعد أضرب مثال بوزارة الإعلام لأن الوزارة هي بتدينا بروفايل، بتدينا ملمح كيف كان واقع اللغة العربية. ولا أتحدث عن فترة بتاع سنة سنتين، أنا أتحدث عن فترة بتاعت 17 عام. والآن لازلت منذ أن خرجت 13 عاما أرصد الواقع الإريتري وأراه أنا هو معي تحت المجهر. الواقع الإعلامي في إريتريا داخليا وخارجيا أرصده باعتباري صحفي متخصص محترف يعني. ففي جلسة واحدة عزيزي المشاهد رصدت كتبت 102 103 واحد ونشرته على صفحتي، حيث لم أفتح صفحتي على الفيسبوك إلا مؤخرا يعني 2014، وأنا الذي خرجت 2008. فنشرتها قلت كانوا هناك فأين هم الآن، ودون أن أذكر يعني
ده دخل السجن وده مشى وين وده كده، فقط رصدت أسمائهم، فقط كتبت أسمائهم دون أن أشير إنه ده كان في الإذاعة ولا ده كان في التلفزيون ولا ده كان في الصحافة ولا ده كان في الوكالة. رصدت ذلك العدد ونشرته، كانوا هناك فأين هم الآن؟ وكأنني أشير، أنا قاصد طبعا إنه هذه الأجسام العربية أفرغت تماما عن قصد، عن قصد ومخطط يعني. صحيح أنا لست ضد إنه الإنسان يمشي ويرتقي وكذا بتاع، ولكن كان يعني وإلا كيف يعني نحن ما الأجسام الثانية حتى الآن هم لا زالوا موجودين يعني. فنشرت المسألة في صفحتي على الفيسبوك، فدخلوا معي الزملاء: يا شريف نسيت واحد، يقولوا لي نسيت فلانة مثلا، نسيت. وكل زملاء يعني كانوا في الأقسام العربية، وكل من ذكر اسما فأرفع الاسم ده وأخذته فوق للتوثيق. ومعي والله أسماء موجودة، كانوا هناك فأين هم الآن؟ وسبحان الله عزيزي المستمع والمشاهد الكريم، وصل العدد الذي أفرغ تماما من أقسام وزارة الإعلام بعد ما أضفنا له لحد آخر واحد خرج 145. الآن 145 كادر أفرغوا تماما من أقسام وزارة الإعلام. الآن الموجودين في وزارة الإعلام من العهد الذي كنا معهم يعدون بالأصابع يعني. البقية كلهم جو بالخدمة الوطنية وجو يعني ومن أعداد ما كتار يعني، ما كتار الأعداد يعني. أنا لما تركت الإذاعة في القسم العربي كنا لا نعد 7 أو كنا 8. من ال8 ديل 2 هم مرضانين لابد يعني الجو بارد والما بعرف شنو بتاع، يكون واحد جاته نزله والثاني هناك، فهو حتى لو جاء المكتب ما يقدر يدخل الاستوديو. واحد من هؤلاء أسرة واحدة تعبانة أو من أولاده، فلازم نزل كرم أو نزل مصوع أو نزل مندفر مثلا يعني، أو نزل أغرداد. الثاني يكون مسافر لمهمة، يكون في العمل الموجودين والله أحيانا كنا نكون 3 4 باسم عربي بحال. أما التلفزيون فحدث ولا حرج. الجريدة التي كنت نائب رئيس تحريرها كنا في يوم من الأيام لا نتعدى ال5 واحد. 5 واحد دخل 2 فريلانسر يعني اللي بيكتبوا بالقطعة وكده، 1 2 كانوا. والجريدة طبعا لابد الواحد يمشي يطلعوا فيلد يعني عشان يطلعوا خارج العاصمة، لأنه مصادرنا ما موجودة، لازم يمشي. فنكون كنا أنا وحي زميلي وأستاذي العزيز محمد نور يحيى رئيس التحرير، والله في يوم من الأيام كنا نكون أنا وهو 1 2 معه في القسم. بينما القسم بتاعت البروفايل وقسم التقرينيا وقسم يا أخي قسم التقري الذي جاء بعدنا في القسم بتاعت الإذاعة كان عددهم مرة أكثر من القسم العربي في الصحيفة. وعندما نتحدث عن مخطط التوزيع للصحيفة بتاعت إريتريا الحديثة الناطقة بالعربية، وحديثنا مع أخليلو الموزع الوحيد كما الرئيس منذ أن بدت الجريدة 91 لحد الليلة، هو الله أعلم يعني لحد قبل سنة سنتين كان هو موجود. أخليلو موجود هو الموزع. والمسترجعات من الصحيفة العربية حدث ولا حرج عزيزي المشاهد، وتطلع على الشارع ما تلقاه. ونمشي نحن هناك للموزع يقول لنا يا جماعة انتوا قاعد، وكلها بتطبع كم 2000 3000 ما بتكون، بينما النسخة التقرينية بتطبع 25 30 ألف. 2000 وال 3000 لا تمشي للمخفضات ولا تمشي حتى في المرتفعات ذات لا تمشي المدارس اللي بتدرس إلى حد ما باللغة العربية، والمعاهد كانت موجودة، لا تمشي للسفارات، لا تمشي للهناك. ويقول لك مسترجعة تطلع الشارع فيكم بشتاتوا ما تلقى. نحن محررين، أنا نائب رئيس التحرير وأي زول شغال في الهناك إذا ما نزل بدري كده، نحن طبعا في الجريدة ما بتجينا يعني، لكن لو دايرين ندي نسخة لزول ولا حاجة إذا ما نزل في الهناية ما نص ساعة ما بيلقاها. تجي للباعة تقول لهم وين الجريدة؟ يلا ما يعرف، معناها اتباعت مش كده. تمشي بعد أسبوع أسبوعين للموزع يقول لك يا أخي ده مسترجع. كيف مسترجع؟ تقول له مسترجع ما تباع، ما نحن ما قاعد نلقاها في الشارع. يقول لك والله قاعد ترجع. سياسة مقصودة، أليست هذه سياسة مقصودة؟
وفي يوم من الأيام أنا وزميلي مشينا قعدنا معاه، قعدنا قلنا له يا زول نحن دايرين نقعد معاه. وأنا أضرب مثال حي يعني، يا أخي قلنا له نحن بنطبع 2000 3000 ونستطيع أن نبيع من الجريدة دي ما فوق أكثر من 20,000. كيف؟ قال لنا كده ورونا. هو طبعا كل ما اتباعت هو المستفيد طبعا، لأنه في كل عدد عنده نسبة يعني، ودي فائدته. قال كويس يا أخي. قعدنا معاه وخططنا وقلنا المدارس الموجودة والسفارات الموجودة والجاليات الموجودة، ونحن برانا نتكفل، قلنا نحن نرسل للجاليات، يعني في الجاليات الإريترية في المملكة العربية السعودية وفي مصر. واحد لما تديه نسخة إريتريا الحديثة على قلة حاجاتها، على يعني يعني أيا كان، يعني نحن كنا نشتغل معجزات يعني، على الرغم من كل المحتوى اللي فيها وما فيها، لكن كانت بالنسبة لنا معجزة يعني. واحد تديه نسخة عربية يحتفل، يقول لك لقيت النسخة العربية اليوم. فقلنا له يا أخي نحن ممكن سفارتنا الجالية في السعودية تاخذ كذا بتاع. والله لما ضربناها لقينا ممكن النسخة العربية تطبع فوق 40,000، فوق 40,000. استبشر خيرا. وقلنا له خلاص نحن ليه قاعد نتعب ساكت؟ يعني ساير ليه لحد الساعة 12 وحتى الساعة 1 صباحا يعني، وتذهب إلى المطبعة لكي تراقب وفي خطأ وما إلى ذلك، وجريدة لا تباع منها 500 نسخة ما تباع، والمسترجع 1000 وحاجة يوميا. أنا أتحدث عن واقع عزيزي المشاهد، كيف تعاملت هذه الزمرة مع اللغة العربية. أنا مشهد أقدم مشهد حيوي، مشهد واقعي من وزارة الإعلام. وبالتالي قلنا له خلاص نحن لها بعد الآن سنتولى مسألة الحماية. والله الحق يقال عزيزي المشاهد وعزيزي المشاهدة، جاءتنا رسالة من المسؤول المباشر في وزارة الإعلام، من الوزير يعني. الرسالة تقول فحواء: من فوضكم لتذهبوا إلى الموزع وتجادلوه وتتحدثوا معه في سياسة التوزيع؟ من خول لكم هذا الأمر؟ وليست من صلاحياتكم. أنتم دخلتم فيما لا يعنيكم، ولذلك هذا إنذار. لا تعنيكم الجريدة توزع ما توزع، هذه ليس مسؤوليتكم. مسؤوليتكم أن تطبعوا هذه الجريدة، إن شاء الله تذهب إلى الجحيم، تذهب إلى الزبالة، تذهب إلى المؤاخذة إلى يعني المراحيض، تمشي لأي اتجاه كان. استغربنا طبعا. نحن في إدارة التحرير، أنا نائب رئيس التحرير ومعي رئيس التحرير الله يحفظه. ولذلك كان الخطاب من مكتب الوزير شديد اللهجة، أنكم قد تدخلتم فيما لا يعنيكم، وإذا جاتك إشارة من هذه الشاكلة أنك قد تدخلت فيما لا يعنيك فستجد ما لا يحمد عقباه. فسكتنا، وسكتنا طبعا، وفي القلب قلب غصة وحسرة وندم وآهة. هذه الزفرات التي نتحدث بها عزيزي المشاهد، وهذه اللغة التي نتحدث بها، هي تراكمات تلك المراحل وتلك الأيام السود حقيقة يعني. صحيح خرجنا منها بتجربة، لكنها كانت أياما ما كانت كلها ورودا ورياحين. والله كانت مليئة بالأشواك ومليئة بأشياء لا يعلم إلا الله. فعضينا أصابع الندم فقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كانت السياسة المقصودة. أختم الحديث عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة برضو من إريتريا الحديث ذات يوم، عشان تعرف إنه قيمة ما ينشر في اللغة العربية باللغة العربية في جريدة رسمية، جريدة هي تتحدث باسم المجموعة الحاكمة، أن لا تعطي أي قيمة لما يمكن أن يتحدث به وينشر في إريتريا الحديث القسم العربي. كان معنا هذا الموقف الغريب يعني. والله حتى لم أقرأ في الأفلام ولم أشاهد حتى في المسرحيات هكذا إهانة واستخفاف مقصود.
جاء سبتمبر، ذكرى سبتمبر بشموخه وعزته ومجده، فدار الحديث بيننا كإدارة تحرير والطاقم كله أن نجري مسابقة للمعلومات العامة عن إريتريا، عن تاريخها باللغة العربية وهكذا، وتنشر في بمناسبة سبتمبر، تنشر على أيام، وفي نهاية المطاف توزع جوائز للفائزين، وكلها كانت أسئلة وطنية، أسئلة تاريخية تلف في تاريخ المجموعة الحاكمة ذاته. وانطلقنا الفريق، قلنا نبحث عن داعمين، ده عمل عادي. حررنا الرسالة الرسمية، فانطلقنا إلى منظمات وإلى أصحاب المال والأعمال وكده بتاع، لأنه نحن تعاملنا مع المسابقة التي حتنشر في ربع صفحة، في نص صفحة، تعاملنا مع هذه الأشياء أن كأنها إعلان، والإعلان يدفع لوزارة الإعلام. فقلنا نحن في الإدارة إنه مما نجمعه من دعم لهذه المسابقة باللغة العربية في مناسبة الفاتح من سبتمبر، نسبة معينة منها سنعطيه لوزارة الإعلام. يعني لو جمعنا مثلا نقول 40,000 مثلا 30,000، سنعطي نسبة لوزارة الإعلام، لأنه كنا ننشر هذه المسابقة. لو في أي مؤسسة مقاعدة دولة مؤسسات، أنا هقول لنا الجريدة دي ما جريدتنا برضو يعني أبدا، أكسبوا لنا الجمهور، أكسبوا الجمهور وأعطوهم شهادات وجوائز وهكذا. لكن نحن نعرف طبعا عقلية المجموعة الحاكمة، فخصصنا قلنا جزء منها حيكون كإعلان يعطى لوزارة الإعلام. وانطلقنا. أنا كان يعني مسؤوليتي إنه أمشي لإحدى المنظمات التابعة للحكومة، زاد منظمات فئة منظمات المجتمع المدني. فمشكور الأخ العزيز، فأعطاني مبلغ، اقتنع بالفكرة، شيك محرر ب30,000. 30,000، قال ده عمل ممتاز يعني. وخلاص تم الاستغناء عن إنه الناس تمشي تبحث في حتة تانية. 30,000 شيكو يكتب باسم مين؟ طبعا ما دايرين نتورط نخش في مسؤوليات، فقررنا أن يكتب باسم وزارة الإعلام. تم تحرير الشيك باسم وزارة الإعلام 30,000 نقفة، وطوالي سلمناها للمسؤول المالي في وزارة الإعلام، قلنا له دي قروشنا جات، حنديكم من النسبة بما ننشره فيه. وكان العدد النشر لمدة 15 يوم، يعني 15 عدد يعني، أو 20 عدد هكذا. طيب قال كويس، دخلها في المالية، عندنا 30,000. قعدنا نحن ناقشنا، قلنا يا جماعة 30,000 دي نخلي للوزارة كم. فقلنا يا أخي عشان ما يعمل لنا عراقيل وكده بتاع، تقريبا خلينا له نص المبلغ، يعني 15,000 ولا 20,000، والله ما متذكر الآن. المهم يعني حاجة بتاعت 10,000 12,000 دي قلنا نوزعها على ال10 الأوائل المتسابقين، وجابوا. طبعا كانت يعني مسابقة مشهودة، يعني شاركوا فيها أعلنا الجائزة الأولى كذا، الجائزة الثانية كذا، الجائزة الثالثة، ويوميا يطلع الإعلام في الجريدة والمسابقة، وتجينا طبعا الردود، وتفرغوا لها مجموعة من الزملاء، أحييهم وأحييهن. ورصدنا وخلاص خطينا ال10 الأوائل، قلنا يعني ما شاء الله الجريدة، وكله ده طبعا تعمله عشان تكسب قراء جدد يعني. وخلاص بدأت الاتصالات مع وزارة المالية، المسؤول المالي في وزارة الإعلام. قلنا لهم يا أخي جبنا لكم شيك قبل أيام، قبل فترة. أيوة نعم. طيب دايرين نحن كذا ونخلنا لكم كذا يعني. قالوا لازم نسأل الوزير. احنا أول ما قالوا نسأل الوزير طوالي عرفنا إنه في مشكلة. طيب، فبعد شوية اتصال مع المالية، الوزير لسه ما قال حاجة. يا جماعة طيب حددوا لنا المبلغ الدار تدونا له، ما
يعني والله يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أنا والله أخجل أن أقول المبلغ الذي قالوا لنا من الأول للعاشر كم، لكن تمليكا للمعلومة أنا حاقول. يعني تخيل من 30,000 عزيزي المشاهد سمحوا لنا أن ناخذ 300 نقفة فقط. 300، وال 300 دي عشان نوزعها من الأول للعاشر يعني. فحتى جهة ما بدأت تتساءل مع الوزير، يا أخي نعمل شنو كده، كيف الأول نديه كم وبتاعه، إلى أن وصلت المسألة الأول عشان نديه ما عارف دفتر بتاعت نوت حاجة كده، والثاني نديه قلم، والثالث نديه منديل ما بعرف السوفت اللي بيسموه ده، والرابع نديه، يعني عملية ذات مخجلة يعني. فجلسنا والله قلنا يا جماعة، أنا شخصيا قلت يا جماعة والله العظيم حاجة مخجلة ندي جوائز. طيب نعمل شنو؟ خلوها، خلي الجوائز. إذا وزارة لا تحترم إنه إعلان يصدر في جريدة، إعلان يصدر في جريدة الجائزة الأولى كذا والجائزة الثانية كذا وقروش نحن جبناها، نحن جبناها بمجهودنا وعلاقاتنا وسلمناهم لها وما قعدنا نشيله كله، هنديهم نسبة منها. فقلت يا جماعة سيبوا المسألة ذات. طيب وموقفنا مع القراء، موقفنا مع القراء إيش يعني؟ ما هي موقفنا مع القراء محرجة. نحن نعلن الجائزة الأولى 2500، الجائزة الثانية 1700، عفوا 1700 الأولى مثلا، الجائزة الفائزة الثانية 1500، وهكذا تنزل إلى أن تصل إلى 500 مثلا. وكلنا كنا عاملين مال يعني، نحن عارفين الشعب ده جيعان والشعب ده ما عنده حاجة، كلنا عاملين مبالغ، ما دايرين نشتري طاقية يعني. فقلت لهم والله يسيبوها والقارئ حيفهم، ولا نكتب اعتذار ذاته، لأنه إذا كتبنا اعتذار حنروح فيها يعني. ده قرار انه وافقوا، كل الفريق وافق، فسبناها. الغريب عزيزي المشاهد ما اخذنا ال 300 ذاته، ما اخذناها. لا الوزير سال رئيس التحرير تعالوا ليه ما اخذتوا ال 300، ولا المسؤول المالي في الوزاره سال بتاع. ناموا عليها، ناموا عليها، وراحت ال 30,000 عزيزي المشاهد. وانا عندما خرجت من الوزاره يعني المسابقه طبعا الاجوبه والاسئله وكده بتاع كنا خاتينها في ظرف كاكي كبير كده يعني، فكتبت فيها فوق للتاريخ. انا كتبت شخصيا، كتبت الحقيبه المنسيه، اسئله سبتمبر التي بلا جوائز، الحق، وخليتها في فوق الدرج، فوق الدولاب فوق. وكل ما شفتها كنت يعني انا اقدم مشاهد كيف تتعامل. هذا كله كان المقصود شنو عزيزي المشاهد؟ انه يا ايها الناس القراء، جريده لا تحترم ذات الكلام اللي تكتبه هي ولا تحترم قراء، تعلن عن جائزه. وطبعا تواردت علينا الاسئله كثيره، يا جماعه وين العنايه، وين النتيجه يا جماعه، وين الجوائز، بلعناها. هذه بالله مش اهانه للجريده وتقول رساله مباشره انه هذه الجريده ما تقروها ولا عندها اي قيمه ولا تساوي اي شيء. قس على ذلك كل الأقسام، الأخبار في اللغة العربية، في التلفزيون، في الإذاعة، هكذا تعاملت الطغمة الحاكمة حصاد 32 سنة، حصاد اللغة العربية خلال 32 عام. أنا سأكتفي بهذا القدر، هذا هو حصادنا يعني. أما إذا دخلنا إلى المدارس والمعاهد والمعلمين والمنشورات كانت كيف، أنا سأنظر في هذا الأمر. إن وجدت يعني إذا أستطيع أن أتحمل وأنا أتحدث عما واجهته اللغة العربية سأعود إليكم وأتحدث عن ذلك. وإن لم يكن عزيز المشاهد فهذه ملامح من حصاد اللغة العربية خلال 32 عام. عنوانها اليوم اللغة العربية في إريتريا مثار خلاف. ومن حقه الذي لا يعرف اللغة العربية في إريتريا، لا يسمعها لا يفهمها، يقول لك هذه اللغة دي ما لغتنا، 32 سنة حكومة حاكمانا ما قالت لنا هذه اللغة دي حقكم. من حقه
إنه ما عارف، ومن حق الآخر أن يقول هذه حكومة لا تعترف بلغتي ولا تعطيني يعني حقوقي اللغوية، هذه حكومة أنا لا أعترف بها، من حقه. أرأيتم هذا التوهان الشيطاني الإبليسي؟ توهنا فيه هذا الفرعون وخلانا نصطرع في قضية قد حسمت في عام 1952. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أزال أرصد كمشاهد، أقدم مشاهد لما تعاملت به الزمرة الحاكمة في البلاد خلال 32 عاما، حصاد اللغة العربية من سياسة المجموعة الحاكمة كيف كانت. وظللت أضرب أمثلة من القسم الذي كنت أعمل فيه في وزارة الإعلام، سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو الصحافة أو وكالة الأنباء وما إلى ذلك. أما إذا أخذت يعني أتناول دولاب العمل في الحكومة كيف كان، فنحتاج إلى حلقات وحلقات. الآن سأقدم نموذجين أخريين لتعامل هذه الزمرة مع اللغة العربية، وحاضرب مثالين إن شاء الله. واحد من الإذاعة، لأنه أنا تحدثت عن عن الصحافة وضربت مثال عن الإذاعة. واحد سيكون برضو حرجع إلى الإذاعة مرة أخرى. تعلمون أعزائي المشاهدين والمستمعين الأعزاء أن أي دولة تحترم لغتها فتحافظ على تاريخ، تحافظ على تاريخها من خلال ما تنشره. وأنا أتحدث عن وزارة الإعلام. ليس هنالك وزارة في الدنيا كوزارة إعلام أنها تعمل دوما للمحافظة على أرشيفها. أنا أستمع هذه الأيام في برنامج اسمه من برنامج إذاعة اسمها إذاعة الأمة، وهي إذاعة سودانية. استمع إلى برنامج أذيع، والبرنامج إذاعة الأمة دي بتنشر برامج تاريخية يعني قبل عشرات السنين، أحيانا 60 70 سنة يعني. لأنه استطاعوا الآن أن ينشروا برامج ومقابلات وأحداث ذات أهمية يأخذوها من أرشيف الإذاعة. فذاكرة الأمة من الإذاعات السودانية بتبث برامج من الأرشيف. ولو ذهبت إلى أي حتى في البي بي سي قبل أن يتوقف القسم العربي أحيانا بيجيبوا لك من التاريخ يعني. وتستمع إلى حلقة أذيعت عام 1920 1925. نحن من عام 1991. دعك من الأرشيف الثوري. الأرشيف الثوري ده لم يحفظ منه إلا شيء منتقى يعني، الأرشيف الغنائي مثلا والأناشيد الثورية وما إلى ذلك. هذه حافظوا عليها من عهد الثورة حتى ما يدغدغ بها مشاعر الناس ويجمدوهم ويخدروهم أن لا يتحدثوا عن الواقع وعن المستقبل. نأتي إلى أرشيف بعد 91. هل تعلم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن الإذاعة، القسم العربي في الإذاعة ليس له أرشيف؟ تخيل دولة تتعامل وتدعي أنه تقول اللغات كلها متساوية في إريتريا، وأرشيف القسم العربي في الإذاعة يمسح. ويمسح كيف؟ أشرح لك العملية. أنت ستجري مقابلة مع أحد المواطنين، مسؤول أيا كان يعني. بتاخذ كاسيت عادي اللي هو الكاسيت النورمال اللي تدخله في الجهاز وتسجل منه. دي الطريقة التي كنا نعمل بها قبل أن تدخل التكنولوجيا الحديثة. الآن أنا أسجل لا في شريط ولا في ريل ولا في حاجة، أنا أسجل على عمنا زوم البرنامج. يعني تغيرت فيها أساليب كثيرة يعني. هذا العمل الذي أعمل فيه الآن كان يحتاج إلى 4 5 6 واحد يكونوا موجودين معي قدامي كده، لكن التكنولوجيا سهلت أشياء كثيرة كما أنها سلبتنا حاجات كثيرة يعني. عموما فأنت تمشي تعمل تجري مقابلتك، ثم تأتي إلى الاستوديو لتسجلها على الأسطوانات الكبيرة وتبث. يتم بث البرنامج
وأنت تحتاج إلى الكاسيت العادي وتحتاج إلى الأسطوانة. عادة الإذاعات المحترمة ماذا تعمل؟ بعد أن يتم بث البرنامج هنالك أسطوانات ضخمة قطرها يمكن يكون متر، مترين، وقد يكون قطرها أكثر من متر، 4 5. ويقوم المهندسين الفنيون يقومون بنقل هذه المادة الموجودة في ريل قطره لا يتعدى 20 سنت ولا حاجة، ينقل هذه المادة التي بثت في ريل واسطوانة كبيرة في الأرشيف. يعني أنت بعد فترة من الفترات تعود إلى الأسطوانات الضخمة الكبيرة وتكون معروفة، يعني البرنامج الفلاني، المقابلة التي أجريت مع إكس مثلا من الناس عام 1993 في شهر نوفمبر مثلا يوم كذا، مؤرشف وهناي، والمهندس الفني يجيب لك المقتطع ويقول لك، تقول له عايز من المساحة كده لكده، يجيبها لك في هناك، ما يعطيك لأنه ده ما شغلك أنت، لأنه داري يحافظ على الأرشيف، فيديك الجزء اللي أنت عايزه. وفي قسم البرامج الأرشيفية لهم طريقتهم يتعاملوا مع الأرشيف، ياخذوا منه، لكن الأرشيف ده لا يمس. ما جرى في القسم العربي مثلا وفي الإذاعة بشكل عام، أنت عندك مقابلة تمسح الكاسيت حقك على المغناطيس، ده شيء مقبول يعني، لأنه أنت لا يمكن كل يوم حتاخذ الشريط العادي، شريط الاي بي اللي فيه اتجاهين يعني، قبل أن تدخل التكنولوجيا الحديثة. ولذلك أنت تضطر عشان تمسح. المفروض البرنامج الذي تم بثه ينبغي أن يؤرشف. هل تعلم عزيزي المشاهد إنه أقسام الإذاعة كانت فيها 9 لغات، 9 لغات. من ال9 لغات ما يتم أرشفته، وأنا أتحدث عن حقيقة، ما يتم أرشفته هو قسم التقرينية فقط. البرنامج العربي يمسح، برنامج التقرا يمسح، برنامج العفر يمسح، كل الأقسام تمسح. نتحدث اليوم عن البرنامج العربي. فالناس بيبقوا شوية أخذتهم الحمية، دارين يحافظوا على أرشيف خاص، وكل واحد شوية يحتفظ ب2 3 10 برنامج كده بتاع، فتقوم تاخد لك حاجات. لكن المسألة فوق طاقتك، في النهاية أنت ذاتك حتزهق، تقول يا أخي كيف أحافظ على أرشيف بتاع الدولة؟ والمفروض هي الارشيف الدوله تحافظ عليه، والدوله وزاره الاعلام تنشئ قسم بتاعت ارشيف وتحتفظ. هذا تاريخ الامه. انا والله اليوم يعني ما اخش في تحديات، لكن والله العظيم اطلب من اي واحد الليله يقدر يجيب لنا مثلا يعني برنامج بث في القسم العربي او قسم التجري او قسم العفر، اي قسم ما عدا التجرينيا، جيبوا لنا برنامج بث 1991 او 92 93 الحدث بتاع نتيجه الاستفتاء، ما موجود غير بالتجرينيا. انظروا إلى تلك السياسة التي كانت هي مقصودة، وبالذات القسم العربي لازم تمسح أي حاجة. تخيل إذاعة القسم العربي صوت الجماهير الإريترية ليس لها أرشيف لدقيقتين اليوم، ومن يقول غير ذلك تعالوا إلينا. حتى أولئك هنالك من خرج مثلنا لكنهم لا يتحدثون عن حقائق، وأحيانا برضو يكذبوا على الناس يعني من حيث يدرون ولا يدرون، ونحن اتصلنا هذه الأخبار. أنا أتمنى من أولئك الذين يعني لا يقولون الحقيقة وكانوا معنا في الأقسام وخرجوا وكذبوا حديثنا هذا، والله أنا أتمنى أن يخرجوا ويقولوا لا، كيف تقولون ذلك؟ حنقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أدونا برنامج واحد بس. وأنا أقول برنامج واحد خلال 32 عام بث البرنامج العربي، وقبله قبل الثورة أنا لا أتحدث فيه كثيرا. أنا شاهد عيان، شاهد على عصر الذي عشته من 91، فلنقل من 92 لحد 2008، والذين خرجوا بعدنا أسألهم برضو نفس الطريقة، نمسح أي حاجة. هذه واحدة من أسلوب التعامل، وده يرينا كيف تعاملت الزمرة مع اللغة العربية مع غيرها من اللغات.
يعني هل هنالك دولة تمسح في ذاكرته في أرشيفه غير هذه الزمرة؟ ما في. وأرشفتها بشكل مختلف. تجي السيارة التي تأخذ البرامج وكذا بتاع، والله العظيم مع الأسف وقدامنا، وليس هنالك حرج وليس هنالك خجل. يقول لك دي شنو؟ يقول لهم دي البرامج بتاعت التقرينية ماشية تؤرشف. وين الأقسام الثانية؟ لا لا ما تؤرشف، عادي كده بس بشكل مفتوح يعني. لا لا ذاك امسحوه خلاص. أليست هذه سياسة عزيزي المشاهد؟ أختم حديثي لهذه الحلقة وهي رقم 89 في برنامج مع اللغة العربية بشيء فيه شيء من الطرفة برضو يؤكد على أنه يعني كيف تتعامل تلك المجموعة. وربما كنت حكيتها يعني، لكن الشيء بالشيء يذكر. نذهب إلى وزارة التعليم عشان تعرف أنه كيف كانت تلك السياسة. على رأس وزارة التعليم كان وزير الخارجية اليوم، له التحية والسلام، نحن نسلم عليك كوزير. وزير الخارجية الموجود اليوم في ما سأحكيه عن رواية كان ساعتها في وزارة التعليم. اتحاد الشبيبة للطلبة نظم مسابقة كانت باللغة العربية، فطلب مني أن أقدم تلك الأمسية. كانت في دار الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في أسماء. قدمت تلك الأمسية وكان اليوم الختامي لتوزيع الجوائز، وكنا مجموعة من الناس في تقديم الأسئلة، عدد من الزملاء، لكن في الأخير كلفت أن أشرف على الأمسية از مودريتر، يعني كمقدم للأمسية، فقدمت البرنامج. وزير التعليم ساعتها كان ينبغي عليه أن يقدم كلمة، لأنه هو الذي سيوزع الجوائز على المتسابقين. كانت باللغة العربية كلها في مناسبة من مناسبات الاستقلال كان، أو إن لم تخن الذاكرة برضو سبتمبر يبدو لي. فجاء الوزير، معالي الوزير، يتحدث إلى الجمهور، هم طلبة وشباب وكلهم متحدثين باللغة العربية، ونحن قاعد نتحدث باللغة العربية. فعين لي كده الوزير قال لي اتكلم بإيش؟ باللغة العربية. فأنا طبعا العبد الفقير إلى الله ما شجعت لا أصنع بطولة الآن. ما قلت له باللغة العربية معالي الوزير، نحن في مسابقة عربية وكده. ما قلت له حقيقة، فقلت له لا يا معالي الوزير يعني ما عارف كده، بس المهم خليته كده يعني كده كده، لكن اللبيب بالإشارة يفهم يعني. حدث بالعربي يا شيخنا، وهو يتحدث باللغة العربية. معالي الوزير اليوم موجود على رأس وزارة الخارجية. فالجماعة سمعوا تحدث بشنو كده، عربي 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 عربي. لا. كل المجموعة قاعدة عربي عربي بتاع. الرجل يمين شمال فوق تحت قال لا ما بتحدث اللغة العربية. شر البلية ما يضحك. فلما خلاص عربي وعربي قلت له معالي الوزير والله لو تحدثت معاهم باللغة العربية يكون كويس. ما خلاص أنا لقيت يعني لقيت داعمين وجمهور يعني، وخلاص وأقول ده طلب جمهور يعني ممكن يورطك فيها. شريف قال لي تحدث باللغة العربية في برنامج، وأنا كده قلت له معالي الوزير قاعد يقولوا لك تكلم بالعربي. كده قال لا لا ما حتكلم بالعربي. لا عربي 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 عربي، ما حتحدث بالعربي. بالله شوف المجادلة دي والنقاش يعني هذا الأمر كله والمجادلة والنقاش وهو متشبث باللغة، ده يتحدث بالتقرينية. ليه مثلا؟ أسأل نفسك عزيزي المشاهد، ليه الوزير مصر أن يتحدث باللغة التقرينية والجمهور والمسابقة اللغة العربية ويقول له يتحدث بالعربي وهو مستميت ومتشبث؟ لا لا ما اتكلم ده اتكلم بشنو؟ طيب اتكلم بالتقرينية. الجماعة عربي عربي، في النهاية لا تقرينية، أنا حتكلم بالتقرينية، عربي عربي. جماعة برضه مسكوا بالعربي. في النهاية طبعا كان على المنصة، هو قام ضرب بالعناية. اسمعوا اسكتوا دقيقة، قال عفوا عزيزي المخرج، ضرب الترابيزة قال اسكتوا، قال اسكتوا صغبلوا بتقرينيا هالزاربية. قال خلاص يا جماعة سكتوا. وتحدث بالتقرينيا وكلها كانت كم والله ما تفوت 4 5 دقائق.
أليست هذه سياسة عزيزي المشاهد؟ ليش رافض يتكلم بالعربي؟ وربما أحيانا في حاجات يقطعوها من راسهم الوزراء والمسؤولين وكذا، كما تحدثنا قبل ذلك يعني. هذه مشاهد، وتحدث بالتقرينية وشكرا وخلاص وبتاع، صفقوا له طبعا تصفيق كده بارد كده خفيف يعني. ألم تكن هذه سياسة؟ أيها المشاهدون الكرام، تحية طيبة مباركة في ختام هذه الحلقة تحملتونا فيها على حلقتين، وكنا نتحدث عن حصاد اللغة العربية في بحر أو في نهر 32 عاما من الاستقلال والتحرير، وكل مشهد فتحناه لم نجد فيه إلا تلك السياسة المتعمدة المقصودة لتهميش هذه اللغة العربية والقضاء على متحدثيها ومعلميها وخطبائها وشعرائها، وما خفي أعظم. عزيز المشاهد، أحييكم وأشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة من قناة سلام الإعلامية المباركة. أودعكم فأقول: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.